في الحياة هتصادفي اللي بيسيء ليكي واللي بيتكلم عنك بطريقة سيئة. مش دايما هتقابلي ناس نيتها خير وقلوبهم صافية. هتعدي عليكي مواقف فيها ظلم وكلام جارح وتشويه صورتك قدام الناس. في اللي هيقلل منك وفي اللي هيحاول يكسرك بكلمة أو بكذبة، وهتقابلي اللي بيكذب علشان يقلل من قدرك. لكن الفرق بين الشخص القوي والضعيف هي طريقة التعامل مع المواقف دي. الكرامة مش معناها انك تصرخي او تعاملي اللي قدامك بالمثل او انك تنتقمي، لكن بالرد الحكيم. تابعوا الفيديو للنهاية علشان فيديو مهم جدا، واعملوا لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. انا اسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واهم حاجة نبدأ بيها فيديو النهاردة انفعالك. قللي انفعالك قدام الناس، خليكي دايما مسيطرة على ردود أفعالك. الانفعال بيسعد اللي قدامك، بيسعد اللي بتعمد استفزازك، لكن لما تسيطري على رد فعلك بتربكيه وما بيعرفش يوصل للي هو عايزه، اللي هو يخرجك عن شعورك. ما ترديش على التفاهات. التجاهل عقاب راقي لا يتقنه الجميع. يعني ايه؟ التجاهل احيانا ابلغ من اي رد. التجاهل بيدل على نضجك وانك اكبر من انك تنزلي المستوى مش شبهك. التجاهل قوة، وانك تبتسمي بثقة وهدوء بالذات قدام عدوك. الابتسامة بتستفز اللي قدامك وبتوتره وبتخرجه هو عن شعوره. الأهم من انك تبتسمي بهدوء انك تكوني محافظة على هدوئك دايما. البرود بيقتل اكتر من الغضب. خلي كرامتك خط احمر. الكرامة فوق الجميع، وما تسمحيش لحد انه يهينك ولا بالسكوت ولا بكلام جارح. حطي حدود واضحة محدش يتعداها. احترمي نفسك اولا ثم الناس. خلي افعالك هي اللي تتكلم عليكي. الرد الذكي هو صمتك. التجاهل مش ضعف، ده ذكاء. بس ما تتردديش في المواجهة الهادية وقت ما هما يتجاوزوا حدودهم معاكي. بمعنى اي حد يتكلم عليكي بطريقة سيئة عايز يشوه صورتك تجاهليه. تجاهلي اللي بيتكلم عليكي تماما. ولو جاتلك فرصة انك تتكلمي اوصفي انت اتأذيتي منه قد ايه، اتوجعتي قد ايه. اوصفي احساسك بس، لكن ما تتكلميش عنه بسوء. ما تنزليش لمستواه. احنا احسن، واللي قدامك هيحترمك انت اكتر من اللي بيتكلم عنك بطريقة وحشة. نعملهم بأدب، مش لأنهم يستحقوا ده، لا، لأنك انت اللي مش شبههم. الرقي في التعامل ده مش ضعف، بالعكس دي قوة شخصية. ولما حد يسيء الظن بيكي ما تبرريش لنفسك ولا تشرحي له انت ايه. هو ما يستحقش وقتك. بمعنى الشخص اللي بيصر يفهم الغلط بيعمل ده وهو قاصد، فبلاش ترهقي نفسك في التبرير ليه. ارتقي وخليكي مشغولة بنفسك. كل ما تعلي هما بيصغروا في نظرك، وبيسقط الكلام اللي اتكلموه عليكي وبيتنسي، ده لو تصدق اساسا. التأديب مش معناه اهانة، لا خالص. ده معناه ان كل شخص يعرف حجمه الحقيقي من غير ما ترفعي صوتك. احتفظي برقيك وكوني كما انتي، محترمة مع اللي اساء ليكي، متجاهلة الكلام اللي انت سمعتيه عليكي، صامتة ما بترديش الاساءة باساءة، لكن محدش يمس كرامتك. لو لقيتي كلامي لمسك او بيضيف لوعيك حاجة تابعيني، لان اللي جاي اعمق واقوى. وما تنسيش لايك وشير وانضمي لفريق النضارة السوداء. وعايزة اقول حاجة، ورا كل نضارة سوداء في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.